السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة سراج الزمن الثانية. أردنا أن نكشف لكم ما يدور في عقول مدبرين البوتات في تليجرام وما هو هدفهم. إخواني الأعزاء، أرجو منكم التفاعل كي لا ينخدع غيرنا مثلما انخدعنا، ونكشف ما يخفون في جعبتهم. أولا، التليجرام هو لم يتلقى شهرة مثل غيره من مواقع التواصل الاجتماعي مثل الواتساب والإيمو والماسنجر، وبالرغم أنه يمتاز مثل غيره من مواقع التواصل الاجتماعي اتصال واتصال فيديو واتصال في يعني صوت ودردشات نصية وحالات، ويمتاز زيادة عن غيره. يعرف المستخدم يضع أكثر من صورة شخصية، وكل ما ضغط صديقك على صورتك الشخصية أتت الصورة التي تليها. ولكن إخواني، عدد مستخدمين التليجرام قليل جدا، فقاموا بابتكار البوتات الوهمية التي لا تظهر إلا في التليجرام فقط. فأصبح الناس يتناقلون البوتات كي يحصلوا على المكافآت ويحصلوا على الأموال، وأصبح تنزيل التليجرام تزيد يوما بعد يوم، وتنتقل الفكرة من بلد إلى بلد آخر وإلى بلد لم يكونوا عارفين الهدف، فيستمرون شهر وتكشف لهم الخديعة، وخاصة في هذه الدول. وسأعرض لكم الدول وكم نسبة مستخدمين التليجرام على حسب إحصائيات قناتي في الفيديو الذي نشرته عن مصداقية البوتات، وما هي الدول التي تبحث عن مصداقية البوتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.